السؤال. في الانتخابات بالنسبة للنهضة، في الانتخابات اللي انتخبنا كنا نعرفوا انتخبنا النهضة وكانت عندها أكثر شيعة، علاش توا المواطن التونسي بدا يفيق من برشا حقائق؟ هي اولا اللي جرى في مكثر، يقولوا في مكثر 40% صوتوا للنهضه. وين هما؟ وهي ما بقى حتى حد في مكثر ما هوش مقرف. وين هي؟ فما حاجه صارت ما فهمناهاش، نسالوا عليها ما بيجي نهار ونفهموها في التاريخ. انا كيفاش النهضه في سوسه تجيب؟ كيفاش النهضه في الشابه تجيب؟ كيفاش النهضه في الكباريه بلاد الشيخه حومتي تجيب؟ كيفاش النهضه تجيب؟ نحب نفهم برك. راكو اخرنا الاصوات منين جات؟ على كل نشكر اللي صوتوا للنهضه، نشكرهم بالحق. فما اللي تابوا بعد ما صوتوا، اما نشكرهم لانه اعطونا حقيقه النهضه. لو كان النهضه ما طلعتش تبقى تكذب علينا، مش تبقى تقول لنا راني انا مع الشعب وراني ناضل من اجل الشعب. اتضح ان نضلوا من اجل الكراسي ومن اجل جبال امير قطر اللي ما عامل عقال، لانه ما يفرقش بين ساقيه وراسه، يلزمه هكا يعمل عقال باش يفرق. امير قطر برشا معناها كانوا يا ودي امير نتاع الدشره يحب يعلم ناس عندها حضاره بونيقيه فينيقيه بيزنطيه رومانيه قرطاجنيه بربريه، يحب يعلمنا كيفاش رئيس يسلم. اما رئيسنا كيفاش ما عطاش كف. نسال رئيسنا الغير مؤقت، لانه كلمه مؤقت ولا تقلقهم. رئيسنا الغير مؤقت كيفاش ما تعطيش كف. لكن الامير العاق اللي نحى ابوه وما يتخلاش عليك انت، هو ابوه وانقلب عليه. بربي اختونا كي تولي عندنا حكومه تتعامل مع امير عاق لوالديه. باهي ما فماش عمل درامي ليك يخص الثوره هو ما نعادش نجم نقدم كوميديا، ما نجم نقدم كانت دراما لانه نشوف فيها دراما. اما اكيد النهضه عطاتنا برشا سكتشات حلوين اكيد. وانا اللي قدمت يمشي فوكس يجيبوا بيه 88 كلب فرنساوي كبر جا كلب امريكاني. اما باش نقول توا اكثر من كلب الحكايه. على كل اكيد اني باش نلقاها الحكايه واكيد باش نهبطوها. وان شاء الله الشعب التونسي يفيق قبل الانتخابات الجايه ونحسوا فيه بدا يفيق. مشكوره النهضه، مشكوره لانها وراتنا جهلها على بكري، لانها اكدت لنا مواقفها واكدت لنا امورها على بكري. وانا نبهت في واحد انتخبوا الشعب وفي مجلس الشعب يطلب قصاني دين الشعب. يا الله يا الله على هالمجلس الحلو. تونس غدوه، تونس غدوه اكيد مش تكون الناس كلها محجمه الحياه وترجع الدنيا الحلوه. ولا حكى لي استاذ صديق قال لي عندي زوج مناقبات دخلوا القسم ما نعرفش عليهم هما ولا حتى لهم قران. بالله يا حلفي لي انت خديجه بنت بالقاسم ولا لا؟ يا حلفي لي بالقران يرحم والديك نمشي نشوفها. زاد ما نجموش ندخلوا خدامه زاد طلاله. كي ندخلوا احنا مراه تخدم في تونس في كليه، ايش ما يلزمها تطل على المناقبه هي ولا لا؟ ايش نسموها الطلاله؟ شنو زاد نعملوش وظيفه الطلاله زاد؟ راهو عيب اللي قاعد يزرى بالله يزونا. شنو منقبه ندري عليها خديجه ولا علجيه ولا تطلع بالقاسم. وانا برجوليه انا زاد راني مع النقاب راهو، لاني انا عندي برشا ديون في شارع بورقيبه نجم نلبس نقاب ونتجول واللي يسالوني فلوس ما يراني حد. والله النقاب صالح للي عندهم ديون برجوليه، واللي رشارشي يعمل نقاب، واللي متاخذ يعمل نقاب، واللي تحب تقابل شكون وخايفه من خوها لا يشوفها تعمل نقاب، يعني واللي تخون بين وجلها تعمل نقاب. انا ضد السواد في طبعي. شنو حاجه كحله تمشي قدامي هيك؟ انا طفله تبدا مكشة كي نبدا مفلسين نقول له خيت خلي يوم نقبه ونحن فالسين. ايش باش نقول؟ خلينا في البسيره يزينا اللي تسجل. اسمع تعدوش الكلام هذا يتغشش عليا حمادي الجبالي ولا الشور ويامر بقطع لساني. على خاطر اني دائما نخدم بها في شيء ما نعرف نخدم حتى خدمه. كلمتك واصله ونحترموا كلمتك. لا انا تحترموا لا ولا راي؟ هو راي يدي النهضه من لا راي له. يا ولدي ما تنجمش تتعامل بديمقراطيه مع اللي ما يؤمنش بالديمقراطيه، وما تنجمش تحط رايك مع اللي ما عندوش راي اصلا. على كل قولوا لهم راهي حكايه فارغه. ورصدقونا يا شارع التونسي هي عنده حكايات اخرى. هاك ريت حتى ليكيب ناسيونال الدقيقه 90 تمركي ديما كي نتغسلوا نمركيو احنا راهو.